السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبخير. وفي الفيديو ده بقى هشارك معاكم تطبيق لسه نازل جديد حالا على المتجر. التطبيق ده بيدينا مميزات نقدر نحول المتجر بتاعنا لأي دولة احنا عايزينها بدون ما نضغط على الحساب بتاعنا. زي ما احنا شايفين مع بعض، لو عايز احول المتجر بتاعي الى سعودي هضغط بالشكل ده، وهنا في ثواني بسيطة هتلاقي المتجر بتاعك اتحول الى سعودي، وتقدر تنزل التطبيقات والألعاب الغير متوفرة في البلد بتاعتك. زي ما احنا شايفين مع بعض، انا كده لو عايز انزل اللعبة دي هتحاسب بالريال. عايزكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان الكل يستفيد. وهنا حضراتكم هسيب لكم لينك التطبيق ده في اول تعليق، واول ما تضغط على التطبيق هيفتح معانا بالواجهة ديت. وبعد كده هنا بقى حضرتك هتلاقي كل الدول اللي انت تقدر تحول المتجر بتاعك ليها بالشكل ده. تقدر تختار هنا امريكا، هنضغط على امريكا بالشكل ده. في ثواني بسيطة هتلاقي المتجر بتاعك اتحول الى امريكي، وتقدر تنزل الالعاب والتطبيقات الغير متوفرة في بلدك بالشكل ده. وهنا حضرتك لو جيت تنزل اي لعبة هتتحاسب بالدولار بالشكل ده. وهنا حضرتك بقى الميزة اللي بيديها لنا التطبيق، تقدر تشوف كل الالعاب والتطبيقات اللي مش موجودة في الدولة بتاعتك او المتجر اللي انت محوله مثلا سعودي، او انت محول المتجر بتاعك الى مصري. تقدر تحول المتجر بتاعك لاي دولة انت عايزها، وتشوف الالعاب والتطبيقات وتقدر تنزلها بطريقة بسيطة. هنا بقى عايز اوصل لكم معلومة. هنا التطبيق ما تقدرش تحمل اي لعبة او تحمل اي تطبيق، لان التطبيق لسه جديد. وانا هنا بناشد المطور ان هو يطور لنا التطبيق، ولما نحول المتجر بتاعنا نقدر نحمل اللعبة او التطبيق اللي احنا عايزينه. بس الميزة برضو اللي بيديها لنا التطبيق اللي انا حبيت اشرحها لكم، ان انت بقى لو حضرتك المتجر بتاعك مصري او سعودي او اي متجر انت محوله، وعايز تنزل لعبة او عايز تنزل تطبيق، تقدر تحول المتجر بتاعك لاي دولة انت عايزها في ثانية واحدة. وتقدر تشوف التطبيق ده متوفر في المتجر هنا، او اللعبة متوفرة في المتجر هنا. وهنا بقى تقدر تحول الحساب الشخصي بتاعك مثلا الى امريكي، وتقدر تنزل التطبيق او اللعبة. وهنا حضرتك تكون اتأكدت ان اللعبة موجودة على المتجر اللي انت عايز تحوله. وبس دي كده هتكون هي المعلومة اللي انا حبيت اوصلها لكم. وجربوا قولوا لي رأيكم في التعليقات.